تعرف انك لو كتبت كلمة دايت على جوجل هتلاقي مليون نظام مختلف؟ اشي كيتو، اشي كارنيفور، اشي صيام متقطع وأماد، لا دوكان، لا دايت البحر الأبيض المتوسط وغيرهم كتير. وليك حق تتلخبط. أبدأ بإيه؟ أعمل إيه؟ إيه اللي هيناسبني؟ وأنهي دايت فيهم هو اللي فعلا يجيب نتيجة معايا؟ وأنا هشرح لك ببساطة تفاصيل أنواع الدايت المشهورة وإيه ممكن يكون مناسب ليك. وأول واحد هبدأ بيه هو دايت الكيتو. دايت قديم ومعروف من زمان لكنه دايما مثير للجدل. عارفين مثير للجدل ليه؟ عشان هو دايت جامد. تخيل جسمك عربية وبنزينها الجلوكوز اللي بناخده من الأكل. الكيتو بيغير البنزين من الجلوكوز للدهون، يعني هتحرق دهونك بدل ما تخزنها. هنعوز ايه تاني بعد كده؟ الكيتو بيخلي حرقك 70% دهون وبيقلل مقاومة الأنسولين للنص خلال شهر، وبيزود هرمون الشبع اللي اسمه الليبتين، فالناس بعد كده بتشبع اسرع وبتاكل اقل. طب ما هو دايت نينجا اهو، ده مفيش اجمل من كده. بس ثواني، احنا محتاجين نفهم هو بيعمل كده ازاي. فاي دايت في الدنيا بنحسب احتياجات الشخص حسب وزنه وطوله ونوعه ومعدل نشاطه اليومي. يعني الراجل غير الست، واللي بيلعب رياضة غير اللي قاعد على الكنبة، وطبعا الطويل غير القصير والتخين غير الرفيع. ونقسم بعد كده الأكل تقسيمة ثابتة ل3 مجموعات: بروتين، نشويات، ودهون. واللي بيفرق نظام عن التاني هو أنا باخد نسبة قد إيه من كل مجموعة، وكل ما نلعب في النسب كل ما نطلع بدايت جديد. نرجع للكيتو. الكيتو علشان يحول الجسم من حرق الجلوكوز لحرق الدهون بيدخل الجسم في حالة اسمها العلمي كيتوزس. علشان نوصل للحالة دي لازم نقلل النشويات قوي، أقل من 5% من احتياجات الجسم اللي حسبناها، يعني حوالي من 20 ل 50 جرام بس في اليوم. وباقي احتياجات الجسم بتتقسم 70% دهون و20 ل 25% بروتين. الجسم لما ما يلاقيش نشويات يحصل ايه؟ يبتدي يحول الدهون لحاجات صغيرة يعمل منها مصادر طاقة اسمها كيتونز. فيحصل ايه؟ ساعتها بتبتدي تحس بطاقة مختلفة وشهية أقل وتركيز أعلى وحرق أسرع. مناسب قوي لو عندك مقاومة أنسولين وبتتغذى كويس على دهون صحية وما يكونش عندك مشاكل في الكبد ولا الكلى. بس لحظة، مش كل حاجة بامبي، لازم أقول لكم على العيوب. أول أسبوع ممكن تحس بحاجة اسمها كيتو فلو أو إنفلونزا الكيتو، صداع، دوخة، إرهاق. دي المرحلة اللي جسمك بيعاني فيها من نقص النشويات ومتلخبط مش عارف يجيب الطاقة منين. الكيتو بنسب الدهون والبروتين العالية قوي دي مش مناسب للمرضى اللي عندهم مشاكل في الكبد أو في الكلى، ولا الحوامل ولا الأطفال. الكيتو كمان ممكن يكون محتاج فلوس. هتاكل وتشبع من غير لا رز ولا عيش ولا مكرونة ولا فول ولا طعمية ولا جبنة ولا لبن ولا زبادي. اعتمادك هيكون على اللحوم والدهون بس تقريبا، وده محتاج ميزانية لوحده. كيلو اللحمة وصل كام دلوقتي؟ لو نويت وهتبدأ كيتو، في كام غلطة المعظم بيقعوا فيها وبيخربوا عليهم الدنيا. الغلطة الأولى: كيتو من غير خضار. في ناس بتفهم الكيتو غلط وتاكل لحمة بس طول اليوم، بس الحقيقة الخضار الورقي مهم جدا علشان الألياف والمغذيات، والورقي بالذات علشان النشويات فيه قليلة، وده هيحميك من الإمساك المزمن اللي بيشتكي منه معظم الناس اللي على الكيتو. الغلطة التانية، قلنا 70% دهون، ودي دهون كتير قوي بصراحة، فمهم قوي دهون من أنهي نوع. في ناس بتفكر إنه طالما على كيتو يبقى من حقه ياكل مقليات وزبدة وسمنة بلدي طول الوقت، والحقيقة إن هو ده اللي بيخلي الكيتو يتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار ويأثر على صحة القلب والشرايين، ونبقى بنصلح من هنا ونبوظ من الناحية التانية. الدهون الصح لازم تكون ما بين زيت جوز الهند، زيت الزيتون، الأفوكادو، والأسماك الدهنية زي السلمون والسردين والمكرل. والسمنة البلدي والزبدة دي دهون جميلة لكن لازم ما تعديش 10% من الدهون اللي الشخص بيستهلكها. الغلطة الثالثة: الجفاف. لما الجسم بيخسر النشويات بيخسر مية وأملاح كمان، ونقص المية والأملاح يعني خمول وصداع وكسل. فمهم تشرب مية كتير وتزود شوية صوديوم ومغنيسيوم من اللي بيتاخدوا من حاجة زي ملح الهيمالايا. الغلطة الرابعة: كيتو من غير تنظيم سعرات، لأنه حتى لو كيتو السعرات بتفرق. وعلشان كده قلت في أول الفيديو نحسب الاحتياجات الأول وبعدين نقسمها. لو بتاكل أكتر من احتياجاتك مش هتخس، بالعكس ده في ناس بتتخن على الكيتو علشان كلت أكتر من احتياجاتها. الغلطة الخامسة: التسرع والوزن مش بينزل. في ناس توزن نفسها كل يوم وتتجنن. لازم تدي جسمك وقت
اسبوع اصلا كبدايه علشان جسمك يدخل في كيتوزز اصلا، وبعدها هتاخد وقت علشان تحرق الدهون. ده ساعات الميزان بيبقى ثابت علشان الجسم بيحبس ميه، لكن الدهون فعليا بتنزل. طيب ابدا الكيتو ازاي؟ لازم تقلل النشويات بالتدريج علشان تتجنب اعراض البدايه. الاستغناء تماما عن النشويات موضوع مش سهل ومتعب جدا خصوصا في الاول، علشان كده بننصح دايما انه يجي بالتدريج. زود الدهون الصحيه وخلي البروتين معتدل مش عالي قوي. ولما تبدا كيتو لازم تتابع جسمك، نومك، طاقتك، هضمك، مش بس الميزان، وتعمل تحاليل كامله لو عندك مشاكل صحيه زي الغده الدرقيه او مقاومه الانسولين. ونصيحة شخصية مني، الكيتو ده مش دايت عادي، ده تغيير في طريقة تفكير الجسم كله، لازم يتعمل بوعي وبتوازن. ولو بتعاني من لخبطة أو أي حالة صحية حتى لو بسيطة لازم يبقى تحت إشراف طبي. وأنا في العيادة مش برشحه لحالاتي إلا في حدود ضيقة قوي، ومع حالات لازم أكون جربت معاها حلول تانية كتير علشان أقول لها يلا نبدأ كيتو. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وسبسكرايب علشان هقولك على تفاصيل كتير عن أنواع الدايت التانية، وهتعرف أكتر إيه ممكن يكون مناسب ليك.